السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتوا. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي، قناه القصص وكذلك للعبره ان شاء الله يا ربي. هاد القصه ديال اليوم انا ما جيتش وحكيتها لكم وصافي، فهي قصه كانت بالنسبه لي قصه اللي اثرت فيا بزاف، وداكشي علاش قررت انني نشاركها معكم باش ان شاء الله تاخذوا منها العبره وتستافدوا منها، تستافدوا منها بالعقول ديالكم والقلوب ديالكم حتى هي ان شاء الله. بالنسبه للقصه ديال اليوم، قصه ديال واحد السيده اللي حكتها ليا. كنا واحد النهاريات من بعد ما قضيت الاغراض ديالي انا وبنتي في الدار، صافي قررت نخرج على برا، نبدل الجو منها، نغير كما كنقولوا نغيروا الحيوط، نغيروا الحيوط. يعني الانسان تكون جالس غير في الدار راه كيمل. مشيت خرجت انا وبنتي، من بعد خدينا طاكسي مشينا للمدينه في الرباط. جلسنا كندورو واحد شويه، بعد ما حسينا براسنا عيينا قلت لها اجا بنتي ناكلوا شي حاجه، ومن بعد نمشيو نهبطوا جهه البحر يضربنا شويه البرد، وراكم عارفين بلي الجلسه ديال البحر كتكون زوينه بزاف. داكشي اللي درت انا وبنتي، خدينا السندويشات ديالنا في المدينه، خدينا المناضه. بدلنا صراحه الجو، كان جو زوين بزاف مع بنتي. كانت هي اصلا بنتي هي الصديقه ديالي الله يخليها ليا يا ربي. المهم مشيت انا وياها لجهه البحر، راكم عارفين جهه الودايه. ملي مشينا شنقول لكم، جلسنا شويه وهي تبان لي واحد السيده جالسه كتبكي، وباينه فيها باللي هموم الدنيا كلها فوق راسها ديك اللحظه. واحد السيده اللي ما كتبانش من دوك الناس اللي زعما كنا كنطلبوا باين، ماشي من داك الناس اللي المتسولين ولا اللي كيطلبوا في الزنقه ولا حالته حاله ولا موسخه، ولا بالعكس كتبان واحد الانسانه اللي زوينه، كتبان نقيه، كتبان قاريه، كتبان واعيه، ولكن كانت مكسوره وضعيفه بزاف ديك اللحظه. داكشي علاش قررت نمشي نهضر معاها، حيت راكم عارفين واحد اللحظه الا كان الانسان ضعيف بزاف غادا دير فيه واحد الخير كبير. الا مشيتي عنده جلستي معاه وواسيتي، غتاخد انت اجر وغتاخد منه كذلك عبره، تعرف شنو وقع لي. مشيت انا وبنتي جلسنا حداها، كانت بنتي جايبه معاها شي العاب كتلعب بهم، قلت لها انت بنتي جلستي جيت الرمله ولا بي قدامي. بقات بنتي كتلعب، انا جلست معاها نعطيها وقت باش نسمع ليها وفي نفس الوقت نستافد منها. المهم قلت لها مالك حبيبه ديالي شنو واقع مالكي؟ فاش شافت فيا حسيت بواحد الحزن عميق في عينيها، حسيت بها مكسوره لواحد الدرجه ما تصورش. عرفت عندها شي مشكل كبير، وانتم عارفين احنا النساء كنحسوا ببعضياتنا. قالت لي قالت لي المهم سلام، انا سميتي مريم. قلت لها اختي فين كتسكني؟ قالت لي انايا غير هنايا في الرباط في لوسيون، كنعيش هنا ولكن انا ماشي بنت هنا. قالت لي انا برانيه، انا يا اختي قالت لي ساكنه في طنجه والعائله ديالي تماك، ولكن انا ما كنمشيش بزاف، راك عارفه ما بين طنجه والرباط كاين الطريق، ما كنمشيش ديما، يعني لا فامي ديالي بعيده عليا بزاف، ما عنديش على من نشكي ونبكي وحتى لا تظلمت ما عنديش لمن نقول. العائله راك عارفين الا كانت وقعت شي مشاكل ما كنقدروش نوصلوا العائله ديالنا الميساج كله. قلت لها مالك حبيبه ديالي، تقدري تعتبريني في ديك اللحظه مرسول جابوا لك الله في ديك اللحظه، فرغي قلبك عليا. قالت لي واخا. قالت لي ولكن سمعي ليا مزيان. قلت لها واخا انا كنسمع لك. قالت لي يا اختي هذه 4 سنين تعرفت على واحد السيد، واحد الانسان اللي خلوق طيب، كتمناه اي وحده، شفت فيه شي مواصفات اللي ما شفتهم في حتى شي انسان. شحال من واحد تقدم لي الزواج ولكن كنت كنرفض، كنت ديما كنرفض. علاش؟ حيت كانت عندي مخاوف وما كانش زعمه، وكنت كنخاف من ما ننجحش في العلاقه الزوجيه مع شي حد. كنت خايفه من كنت خايفه من بزاف الامور، خصوصا الزواج كان كيخوفني. قالت لي ولكن واخا هكاك خديت واحد القرار ديال انني غنتزوج، ولكن خاصني مع من، يعني شي انسان اللي يستاهل
يستاهل نكون معاه. المهم قالت لي وهذا السيد هذا تعرفت عليه انا كنت كنقرا في الجامعه، كنت دايره قالت لي العلوم، وهو قالت لي كان استاذ ديالي، هو الاستاذ اللي كان تيقريني في الجامعه. قالت لي فاش بدينا العام من الديبار ديال العام قالت لي هو كان تيشوف فيا واحد الشوفه في شكال. قالت لي ومع ذلك انا قالت لي كنت كنحاول نتجنب ديك النظره، قالت لي كنعتبرهم بلي راه عادي يعني استاذ، ربما عجبته فيا شي حاجه ولا ما عرفتش. المهم قالت لي ديك النظره ديال بالنسبه لي كانت كتجيني عادي، ما كنتش كاع كنتسوق باش ما ندير في بالي حتى شي حاجه. المهم قالت لي بقى هكاك العام كله هو داك السيد سبحان الله كان كيشوف فيا واحد الشوفه اللي في شكال. المهم قالت لي حتى واحد النهار كنا خارجين من لونفي، كنا غاديين خارجين، انا قالت لي كنت غادا في حالاتي، قالت لي انا سبحان الله العظيم ما كانوا عندي لا صحابات لا حتى شي حد، ما كنت كنعرف حتى شي حد اصلا. انا من بكري قالت لي كان كيعجبني نكون بوحديتي، ما كنتخلطش مع الناس صافي. قالت لي هو عرفني كي دايره وعرفني وسول عليا لقاني مزيانه الحمد لله. قالت لي ما نشكرش لك نفسي، قالت لي انا ملي كنخرج من الدار الحاجه الوحيده اللي كنقدر نمشي ليها ونبدل فيها الجو ونرتاح فيها هي الجامع. كنت كنمشي لدار القران كنقرا القران مع الاخوات، كنتعلم القران، كان مهم دوك المجالس ديال الدين اللي كيخليوني نرتاح شويه. قالت لي هادو هما اللي كانوا عندي، ما كانوش عندي تماك ما كانوش عندي الاصدقاء، فكنمشي غير كنقرا القران، كنتعلم كيفاش نقراه. كنريح القلب ديالي بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب كما كنقول. المهم قالت لي واحد النهاريات كنت خارجه كما قلت لكم من لونفي، هو يتبعني جا انا غدا هو جا تابعني بالطوموبيل. مريم قلت له نعم استاذ. قال لي واش ممكن نتكلم معك؟ قلت له مرحبا. قال لي مريم العام كله انا كنشوف فيك كنتي عجباني، ولكن ما كنتش كنزعم نهضر معك، ولكن دابا غادي نقول لك ليا انا رغبتك للزواج على سنه الله ورسوله الا قبلتي عليا. قال لي راكي كتعجبيني بزاف وباينه فيك انسانه مزيان وانا مازال باقي بلا زواج، وإلا كنتي كتفكري في الزواج ما نكرهش نتعرف عليك ونجي لداركم. واش غنقول لكم ديك اللحظه بقوه ديك الفرحه ولا ما عرفتش. آه تصدمت وحشمت وقالت كاع المشاعر قالت لي تخلطت عليا. قالت لي حتى انا كان كيعجبني ولكن ما كنتش كنبين ليه، يعني داك يعني استاذ ديالي ما نقدرش نبغيه ولا، ولكن قالت انا ما كنتش كنبين ليه. المهم كانت واحد العلاقه اللي حدوديه انا والاستاذ ديالي. المهم قالت لي رد الفعل ديالي كنت حشمت وبقيت كنشوف في الارض ما قدرتش نشوف فيه مازال. قلت له واخا المهم ما علينا، اجي مرحبا بك. قالت جاب والديه تعرفنا درنا الخطوبه دزنا المرحله ديال الصداق، ضربنا الصداق درنا العرس. قلت له انا بغيت غير شي عرس بسيط، ما كيعجبنيش انا يعني كثرت الناس ولا عرس كبير. قلت له داكشي ما عندي انا ما ندير بيه، ما الاحسن نديرو شي حاجه بسيطه فعوض ما نخسروا داك الفلوس على العرس اجي نديرو بهم شي حاجه لينا لدارنا لوليداتنا. قالت كان هكا كنت كنفكر صافي. قال لها واخا. خداو واحد البارطمون، خداوها جيت مارينا سلا مارينا. المهم تماك زوينه الدنيا قدام البحر، اجواء زوينه يعني ما تقنطيش، وحتى انها قريبه ليها لدار عكوزتا. بالنسبه لها هي راه بعيده لها بزاف على دارهم حقاش هي في طنجه. المهم جات سكنت معاه في سلا المدينه، ولكن هو دابا خدام في الرباط. العام الاول ديال الزواج راكم عارفينه كان كيبدا الانسان بحال يلا كيتعرف على الشخص الثاني اللي دخلو لحياته. قلت لك العام كله انا يلا كنتعرف عليه، كنعرف على شنو زوين فيه شنو خايب فيه. علاش؟ حيت حنايا ما طولناش في الخطبه، يعني ما درناش داك الزواج ديال نتعارفوا ولا لا، قالت دزنا نيشان للزواج. حيت هو الاستاذ ديالي ما يمكنش نخرج وندخل معاه ونمشيو معاه القهوه وداك الشيء اصلا انا ما نبغيش وما يبغيوش لي حتى والديا. قالت لي داك العام الاول تعرفت عليه فيه، بديت كنشوف فيه ولكن كان مره كنلاحظ فيه شي حاجه اللي ما كانتش كتعجبني بزاف. المهم حتى لواحد النهار قالت لي وانا ناعسه متكيه السيد تعطل بزاف جاي داخل الدار شويه، قالت كنسمع السيد داخل كيغني. فاش كتكنط وقفت حدا الباب كنشوف شنو واقع. قالت لي كيبان لي السيد جاي عندي سكران خانز بريحه الشراب.
الشراب وريحه الكارو، قالت لي القميجه ديالو فيها العكره ديال شي وحده كانت تبوسو، يعني البوسان ديال البنات في العنق ديالو كان مقصر في شي بار ولا شي ديسكو ولا الله اعلم ليه. المهم فاش دخل جا حداها بقات يخسر في الهضره معاها، يعني داك الاستاذ داك اللي شافته نقي زوين بدا ينزل المستوى ديال كيخسر الهضره، النظره ديالها من جهته تبدلات. يعني داك الانسان اللي هي عرفت النهار الاول ماشي هو هذاك، يعني تصدمات واحد الصدمه اللي كبيره. يعني عرفت بلي الزوج ديالها عنده الادمان ديال ديال الشراب، كيسكر، عنده الادمان ديال كيبغي يسهر، كيبغي يخرج يقمار ويسهر. يعني عرفت بزاف د الحوايج من خلال الهاتف ديالو. فاش منين عز ديك الليله خلاتو نعس، هزت الهاتف ديالو جلست كتقلب فيه، يا ريت لو ما قلباتوش. فاش دخلت راه تصدمات الصدمه ديال عمرها، لقات السيد عنده لا ليست ديال البنات، كل مره كيتواصل مع وحده كيمشي يفسد معها. كانت داك العام الاول هي باش مزيان انها كانت كدير البلوغ، يعني كانت كدير منع الحمل باش ما تولدش. كانت بغات تعرف هاد السيد كي داير، ما تجيش تسبق بالولاد. وهذه احسن حاجه، احسن قرار خداته انها ما ولدتش معاه. المهم ولكن السيده تعلقات بيه، ولات كتبغيه، ولات كتفكر شنو غادي دير، واش غتسالي معاه، واش تعطيه فرصه، واش تبدا تنصح فيه، واش بزاف د الحوايج. يعني ديك اللحظه هي ديك الليله بقات كتبكي بزاف، بقى فيها الحال حقاش تصدمات، ولكن لغد ليه جمعات. كنقولوا حنا مع الطيحه مع النوضه، والضربه اللي ما تقتل كتقوي. المهم هي قواتها ديك اللحظه وصافي. عرفت بلي السيد عنده ماضي نواغ، خايب، خايب بزاف. يعني واحد الانسان اللي ماشي مزيان، فاسد، سكيري، كيدير كاع الحوايج الخايبين كيديرهم. يعني اخايب حاجه ان الانسان يزني ويجي للدار. وهي تجلس معاه على الطابله، قالت له فلان، قالت له شوف انا هادشي اللي شفت راه ما بغيتوش، الا كنتي غتبقى في هاد الطريق هادي نتفارقوا ما حدنا في البدايه. لا 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 مريم سمحي لي، انا هادشي راه ما بغيتوش، وانا راه غير الشيطان حضر وحكى راه قبل ما نتعرف عليك حقا كنت كنمشي في داك الطريق، ولكن من نهار بغيتك انا مادام نتزوج بك حتى انا بغيتك نتيا، ما بغيتش الحرامه خلا. المهم قنعها، قالت واخا. قال لها شوفي انا بغيتك تولدي معايا، حيدي الكينه. حيداتها، ثاقت به، قالت ربما ملي غنولد الولاد غيتبدل هذا الانسان. كانت حامله، في الوقيته اللي كانت حامله السيده اش غنقول لكم قربت تولد. في الوقيته اللي قربت تولد، في ديك السيمانه ديال الولاده، واحد العشيه خرجت تسخر، مشات للمدينه تقضى الحوايج للبيبي ديالها، وقالت له يلا نمشيو انا وياك. وقال لها غير سيري. قالت له ماشي مشكل. صافي بدات كتثق في راجلها، حتى هو ما كانش كيخلي الدليل، كان قبل ما يدخل الدار كيبقى غيمسح كلشي في التليفون. ولكن الله كيفضح الانسان، واخا يكون خايب كيتفضح. المهم مشات مسكينه تقدات الحوايج البيبي ديالها وجايه فرحانه للدار. السيد ديك العشيه مشى عند وحده تواصل معها في التليفون، دار الدعاره كما عارفين شنو فيها. مشى السيد فسد عليها، دار الحرام، زنا، خلى ما دار. كما عارفين داكشي راه ماشي سهل، صعيب بزاف مع الله ولا مع العبد. ظلم ديك الانسانه وتعدى عليها. المهم لقيتها مسكينه اللي هي رجعت للدار، لقاتو جا دخل كيغسل. مشات كتجري كتقلب التليفون ديالو، حقاش شكات. فاش قلبت التليفون كتلقى ميساجات مع واحد البنت ديال دار الدعاره، يعني كان عندها مشى فسد وجا. المشكل ان داكشي كيجيبوا لها هي، كنقولوا لها جنسيا. انا جايكم نهضر. المهم تصدمات، بكات، ما خلات ما دارت. واخر قرار خداتو انها غتفرق معاه. قالت له شوف انا غنتفرق معاك. قالت له ما يمكنش نبقى معاك. قالت له هاد الولاد البنت اللي غنولد انا غنهزو بسناني، ما غنخليش ليك. قالت له انا صبرت معاك مده ديال عامين، عام الاول صبرت معاك تعرفت عليك، ولكن العام الثاني خرجوا بك هاد الفعايل. انا عطيتك فرصه باش تكون انسان، ولكن قالت له طلعتي شماته وكلب، كنتي راجل ما غديرش هاد الفعايل. صافي بقى كيرغب فيها، بقى كيزاوق، ما خلى ما دار. ولكن هي صافي ديك الساعات راه كلات الضربه الاولى وهو زادها الضربه الثانيه. يا ريت لو انه ما عاوداش،
حيت صافي انسان عطاك فرصه، خاصك تعرف القيمه ديال ديك الفرصه اللي عطاتك. ماشي عطاتك فرصه باش انك تمشي تغدرها ولا تخونها ولا. يعني داكشي اللي غادي ديروا مع هذوك ديروا معاه هي اللي مرتك، هي داكشي اللي كتبغيه كتشهاه تقولوا ليها ديروا لك. اي حاجه تتشهاها في النعاس ديرها مع مرتك، حلال عليك. اما باش تمشي تقلب على الخنز وتجيبو لدارك، راك كتخرج على حياتك وعليها حتى هي. المهم الطبيبه فاش مني عطاتها لي زاناليست، مشات دارت لي زاناليست، قالت لها سمحي لي راه غنقول لك شي حاجه راه غدير لك في خاطرك. قالت لها قولي لي يا دكتور. قالت لها انت راه عندك مرض متنقل جنسيا، يعني انت مريضه في الرحم ديالك. مني غتولدي غير خاصك دوزي المرحله ديال انك تعالجي راسك بواحد السرعه بالزربه، سينو غيتكون فيك شي مرض السيده. قالت لها واخا دكتوره، ولكن مسكينه مريم كانت في واحد الحاله اللي منهاره بزاف. علاش؟ انها حملات معاه، ضيعت داك البيبي، حياته غتدمر من النهار الاول غيخرج للدنيا وباه ما كاينش، باه خرج ما كيسواش. هي ضاعت في مستقبلها، في قرايتها، في حياتها، في بزاف د الحوايج ضيعهم. والمشكله ان هاد الانسانه ما تعرفتش على بزاف د الرجال. كون كانت تعرفت غتعرف هاد النوع من الضباط. هي ما كانتش كتعرف على حتى شي حد. علاش؟ حيت هو نهار جا هو الوحيد اللي عطاتو فرصه ودخلاتو لحياتها، صافي ثقت فيه. ولكن للاسف ما صدقش. المهم مريم جمعت حوايجها وخلاتهم وخرجت. وديك اللحظه اللي انا كنت في البحر هو فاش تلاقيت انا ومريم. هذيك هي اللحظه فاش شفتها جالسه كتبكي، وقلت لها مالك مريم؟ يعني فاش لقيتها قلت لها عاودي لي، وهذه هي القصه ديالها. دابا هي مسكينه بقات حيره انها قربت تولد. مني غتولد داك البيبي كي غادي دير ليه؟ مستقبل داك الدري كي غادي يخرج؟ داكشي علاش كنعاود لكم هاد القصه هادي، راه ماشي قصه اللي من الخيال، ولا هذه قصه واقعيه انا حضرت ليها وشفتها وبكات وشكات. كما